الهدية دي جاتني بمناسبة السنة الجديدة، وكان فيها مفاجآت جميلة قوي. حبيت ان انا اصورها حتى لو عدى شهر، مش مشكلة عادي. المهم ان انا اوريكم قد ايه البوكس ده كان فيه شوية حاجات لذيذة. أه حبيت قوي ان انا اعمل الحركة دي. بصوا البوكس كان خطير وكيوت. بصوا كيوت ازاي. ده شكلي بقى وانا شايفة الكيوت دي كلها. اول حاجه الاجنده كانت خطيره، متقسمه حلو قوي. كل حاجه، البودكاست اللي عايز اسمعها، اهدافك، اي حاجه، حتى التمارين بتاعتنا موجوده فيها. كمان موجود فيها لو انا عايزه اكتب مثلا جورنالينج او اتعلم الامتنان، مكتوب خطوات كده تساعدني لده. فعشان كده خصصت الاجنده دي للامتنان، اكتب فيها كده كل يوم الحاجات اللي انا ممتنه ليها. كمان كان فيها التو دو ليست دي خطيره في ترتيب المواعيد، وهي صغنونه كده ممكن احطها في الشنطه. قلم طبعا عشان الكياتة تكتمل. كان في كمان الكوستر الصغنونة دي عسولة قوي قوي قوي. بصوا بقى الميني كالندر دي خطيرة. انا طبعا جريت على شهر سبتمبر عشان اشوف ايه الصورة بتاعته، فبهرتني بصراحة. always dream big. كمان في اللي هو الكتيب بتاع الالعاب ده خطير يا جماعة، مليان تلوين مليان العاب، جميل قوي. كمان بصوا كيوت ستيكرز بالهبل، ايموجي بالهبل. مش عارفه انا هخلصهم ازاي في السنه دول، بس انا ممكن احطهم في كل النوتس بتاعتي. خطير. كمان اللعبه دي انا بصراحه مش فاهماها، بس يعني مصير هفهمها واقول لكم. الكتاب بتاعي جبته عشان احط فيه البوك مارك، عشان ما قدرتش استحمل من الكياتة بتاعتها. بس كيوت، لونها كيوت، شكلها اصلا كيوت، متقمه مع بقى الورده. المفروض ده كارت يتكتب فيه حاجه، فالمفروض يتحط من بره مش من جوه. ده بقى الكالندر بلانر اللي هي المفروض احطها كده واحط اهدافي اليوميه، فعسوله جدا، ممكن احطها قدام مكتبي. مبسوطه جدا بالهديه دي، والحقيقه انها من اكتر الحاجات اللي انا ممتنه ليها وخلتني متحمسه للسنه الجديده.